السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لو ذهبتم معي لسورة التكاثر الآية 5: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وإذا ذهبنا لسورة الواقعة الآية 95: إن هذا لهو حق اليقين. فما هو الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ علم اليقين هو المعرفة التي تأتي من الدراسة والتحقيق والاستدلال، أما عين اليقين فهو الاطلاع المباشر على الشيء دون شك أو تردد، بينما حق اليقين هو اليقين الكامل والثابت الذي لا يقبل الشك أو التردد. والآن سأعطيكم مثالا يوضح الفرق بينهم بكل بساطة. كل إنسان مسلم يعلم أن الكعبة في مكة، وهذا هو علم اليقين. فوفقه الله وزار مكة فرأى الكعبة، فهذا هو عين اليقين. ثم اقترب ولمس الكعبة، فهذا هو حق اليقين، أي تأكد التام. رزقني الله وإياكم زيارة بيته الحرام، قولوا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دموعي سبيل مريد.